أهلين وسهلين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. أكيد تتسألوا تقولوا شباين بدلت لهجتها ولا تحكي بالسوري. لا مش هكيكة. اليوم أكلتنا وتصنيفنا من بلاد الشام. أي نعم، أكلتنا من سوريا، فاصوليا خضراء على أصولها كما يقولوا الشيفان بتاع سوريا. طبخة تشهي. عنا مقادير واضحين كما تشوفوا مكتوبين في صندوق الوصف بالتفصيل. طماطم، ثوم، كزبر، معدنوس، لوبيا خضراء، زيت زيتونة، ملح، فلفل أكحل. شرايكم في الفازة وفي الإبداع. قصيتهم حاجة كل حاجة في بلاصتها واضحة كما تشوفوا على البلان دو ترافاي متاعنا. حضرت كل شيء باش نبدأ بإذن الله في الطريقة كما قاعدين تشوفوا في الفيديو. عندي الطنجرة متاعي باش نعملها بزيت الزيتونة، يعني أكيد زيت الزيتونة لأنه الوصفة هذه ما تكون ناجحة كان بزيت الزيتونة. نغرقوها الزيتونة، هي يقولوا لها تجي مسأسأة، يعني انه تكون هكا مغرقة بزيت الزيتونة، ما تصحش رو بالزيت الصويا او يعني وردة دوار الشمس او غيرها. هنا حطيت الثوم مقطع، كما تعرفوا انا الثوم ما نحبوش مرحي، نحبه مقطع. كان في بعض الحالات معينة بعدين نرحيه. ما تنسيوش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير مكتوبة في صندوق الوصف. عنا هكا طماطم، كيف الطماطم قشرتهم وقصيتهم شويتين، يعني قصيتهم دي كوب نقولوا احنا بالفرنسي بالتونسي، يعني مكعبات صغار. خلطتهم في الطنجرة، وتوا باش نحط بإذن الله الفاصوليا الخضراء او اللوبيا الخضراء. اللوبيا نظفوها البنات، نشوفوا كراسة ذيك الفوقانية ذيك نجبدوه يتجبد معاه شعر هكا في الوسط تاع اللوبيا ديك نحيهم، بعديك نقصهم مش جويدين ومش كبار، يعني ما بيناتهم، يعني كابت اللوبيا نقسموها على 3. تنفوه بالفلفل الأكحل والملح. ما تنسيوش البنات تعملوا لي مشاركة او اشتراك او سبسكرايب ولايك على الفيديو، وتعطيوني الكومنتات نتاعكم عليه لو كان انتم طيبوها بطريقه اخرى. واكيد في تونس فما اللي طيبوها مفوره، فما اللي يعملها سلطه، فما اللي يعملها مرقه، ونعملوها احنا راو، لكن هذه شهوة راجلي فانا قلت خلينا نطيبها له كما هو يحبها. تو نخلطوا هذاك الكل معناها، وقد ما نقولكم بنينه 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 بنينه، ريحتها بالحق راو شيء اخر. معناها تصوروا انتوما زيت زيتونة وثوم، هنا خليتها تغطى يعني مدة 4 ساعة. كي خليت لي يمكن 4 ساعة 4 درجات ماكسيموم، معناها في نار على نار هادية. بعد هديت عليها النار باش تذب اللوبيا معناها. ما شاء الله ما شاء الله بالحق. شوفوا الطبق كيفاش يعبر على نفسه بالحق، الوان مبدع، الوان باهية. تشره معناه اخضر مع احمر هكا، مع ريحة الثوم وزيت الزيتونة والطماطم، معناه كل شيء فخي وفيش برشا فاح باش تعب المعدة. معناه حاجة بالحق من اروع ما يكون. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم، وان شاء الله ملتقانا في وصفة جاية. عطيوني رايكم، جربوها وعطيوني رايكم. السلام عليكم.